مساء الخير يا طلبة تانية إعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم أندرو مجدي ذا تيتشر أوف ساينس. طلبتي في السنتر، طلبتي في المدرسة، طلبتي في جمهورية مصر العربية. النهاردة جايين نحل الويكلي أسسمنت رقم 2 بتاع الأسبوع التالت والرابع. هيا بنا نذاكر شوية ساينس زي ما قلنا الأسبوع التاني، يعني الدرس التاني. يلا بينا نراجعه مع بعضينا وبسم الله. أول سؤال بيقول لك complete at normal atmospheric pressure في الضغط الجوي العادي. الميلتنج بوينت اوف ايس، درجة تسييح الجليد او التلج طبعا بزيرو ديجري سيلسيوس. while the boiling point of water، درجة غليان المية ب 100 ديجري سيلسيوس. ده طبعا عند النورمال اتموسفيريك بريشر، عند الضغط الجوي العادي. رقم 2، the NOAD process is reverse of NOAD process، يعني عملية مين عكس عملية مين. and the freezing process is reverse لمين. طبعا الفريزنج التجميد ريفرس للميلتنج، عكس الميلتنج. هو فوق عايز evaporation وكوندنسيشن، يبقى الايفابوريشن ريفرس للكوندنسيشن والفريزنج ريفرس للميلتنج. رقم 3، as we go up، كل ما بنطلع لفوق الاتموسفيريك بريشر يا اندرو بيحصل له ايه؟ طبعا الاتموسفيريك بريشر ديكريسز، بيقل، وبالتالي البويلنج بوينت بتاع الووتر برضه بتقل عن 100، ديكريسز عن 100 ديجري سيلسيوس. رقم 4، نقطة تشينج الماتر is not accompanied by formation of new substance، يعني مين اللي ما بيكونش مادة جديدة؟ طبعا الفيزيكال تشينج. الفيزيكال تشينج مش بيكون مادة جديدة. وير نقطة تشينج نيو سبستانس، او مين بينتج مادة جديدة؟ طبعا هتقول لي الكيميكال تشينج هو اللي بينتج حاجات جديدة. رقم 5، the greatest kinetic energy of matter is in the، اكبر kinetic energy موجودة في الجاز. and the least kinetic energy، اقل kinetic energy موجودة في السوليد. 6، the change from one state to another either by، يعني انت عشان تغير حالة المادة هتقولي والله يا اما gain energy يا اما lose energy، بس خلاص خلصت. يا اما gaining energy gain energy اكسب حرارة يعني اسخن، او lose energy يعني اخسر حرارة يعني ابرد. 7، during مين ومين بروسيس التمبريتشر ريمين كونستانت، بتفضل ثابتة. طبعا اثناء الميلتنج التسيح، واثناء البويلنج الغليان، الماده بتفضل درجه حرارتها ثابته. اللي بعده، the two factors affect الميلتنج والبويلنج، مين هما اللي بيأثروا على الميلتنج والبويلنج؟ طبعا خدناهم في الواجب. مين هما العاملين؟ والله سهله يا اندرو، هتقول البيوريتي اوف سبستانس والاتموسفيريك بريشر. البيوريتي اوف سبستانس والاتموسفيريك بريشر الضغط الجوي. رقم 9، بيقول لك نقط بويلز ات 100، طبعا مين اللي بيغلي عند 100؟ الووتر، ده شيء بديهي جدا، الميه هي الوحيده اللي بتغلي عند 100. ماشي. under the normal atmospheric pressure and as the atmospheric pressure increases، يعني كل ما الضغط الجوي بيزيد the boiling point become، كل ما الضغط الجوي بيزيد كل ما البويلنج بوينت بيحصل لها ايه؟ بتزيد. طب وكل ما الضغط بيقل كل ما البويلنج تقل. يبقى as atmospheric pressure بيزيد the boiling point become more، اكتر من 100، والفريزنج بوينت هتبقى اقل من زيرو، يعني تتجمد تحت الصفر، وبالتالي become below زيرو او under زيرو او less than زيرو. become less than زيرو او below يعني تحت الزيرو. طب اللي بعده عايز scientific term. اللي بعده اول سؤال، the change of matter from solid to gas directly، من solid لجاس، طبعا ده اسمه ال sublimation. ثم تشينج من جاز لسوليد، تشينج من جاز لسوليد اسمه deposition. اللي بعده
كوفي ديسولف ان ووتر فاستر. مين القهوه اللي بتدوب بسرعه؟ النسكافيه، اللي هو اسمه انستنت كوفي. انستنت كوفي، القهوه سريعه الذوبان. 5. ايه البوت اللي فود فيها فاستر because it traps steam؟ ايه هي الحله اللي امك وامي بتطبخ فيها وبتسرع سرعه الطبيخ؟ البريشر بوت. ما هي البريشر بوت؟ طنجره الضغط او حله الضغط. البريشر بوت حله الضغط، البريشر بوت. وطبعا ما تنساش ان دي خطره جدا، مش اي حد يتعامل معاها، ويتعامل معاها بحرص، لان هي لا قدر الله ممكن تنفجر. the temperature at which الماتر تشينج من solid ليكويد، اللي بحول فيها من solid ليكويد طبعا دي يا فندم الميلتنج بوينت، درجة التسييح. طيب بص بقى، السؤال اللي جاي سؤال ذكي جدا، ومحتاج من حضرتك انك تركز معايا ثواني. give reason او explain، اشرح ليه feeling uncomfortable، يعني بتشعر بعدم الراحة in hot and humid weather. ليه بتشعر بعدم الراحة في الهيوميد ويذر، في الطقس اللي هو مليان رطوبة؟ يبقى feeling uncomfortable in hot and humid weather. تقول لي وانا بص بقى، مبدئيا خليك انت عارف المعلومة دي. لما بتيجي الدنيا حر، ربنا خالق لك مراوح طبيعية في جسمك اسمها العرق. ايه بأمانة، العرق ده هو مراوح ربنا الطبيعية اللي مديها لك يا راجل، صدقني. جسمك بيرفض الحر ده فبيعرق. يبقى حلو، يبقى جسمك بيحب الحر يا اندرو. ليه بيحب الحر يا عبيط؟ عشان يعرق، فيشغل المراوح. تقول لي ماشي، لكن بقى لو الدنيا هيوميد، يعني الفيبور في الجو عالي، طالما الفيبور في الجو عالي يعني الرطوبة عالية، فمعدل التبخير في جسمك هيقل، مش هتبخر يا معلم. يعني الدنيا حر ورطوبة عالية، فجسمك مش هيبخر، لأن الجو بالفعل مليان بخار مية، فجسمك مش هيبخر حاجة. فتبقى قاعد ملزق، ما انتش طايق نفسك، زهقت. ليه؟ عشان الرطوبة عالية. الرطوبة عالية جسمك مش عارف يبخر، معدل التبخير قليل. كل ما معدل التبخير يزيد تعرق أكتر، جسمك يرطب على نفسه أكتر. يبقى تاني، ايه فايدة الجو الحر يا راجل؟ الجو الحر مهم جدا، ان الجو الحر يا فندم هيشغل مراوح جسمك. بس جو حر ورطوبة عالية معناها ان التبخير هيكون قليل. في الحالة دي جسمك مش هينتج عرق، المراوح مش هتشتغل، يبقى هتحس بعدم راحة. تعالى بقى نرتب الكلام ده ونكتبه في إجابة علمية منمقة، حضرتك لازم تكون حافظها. ايه يا اندرو الإجابة العلمية؟ هتقولي because in hot weather the secretion أو the production of sweat، إنتاج العرق increases، بيزيد to reduce، عشان يقلل إحساسك بالهوت feeling hot. but when، عندما الهيوميديتي بتزيد، فالايفابوريشن في جسمك بيقل، السويت بيقل، وبالتالي ساعتها هتبقى انكمفورت، غير مرتاح. تعال نكتب الاجابه، هي ممكن تكون طويله، بس طبعا سؤال مهم بما ان الوزاره جايباه، سؤال مهم. بقى تقول لي because in hot weather، يعني في الطقس الحر، because in hot weather، في الطقس الحر، the secretion of sweet increases، secretion، افراز of sweet increases، هيزيد، افراز العرق هيزيد، وبالتالي so reduce، يقلل، feeling hot، يقلل الحرارة. اوكي، but، ولكن when the humidity increase، when humidity increase، لو الرطوبة زادت، the evaporation of sweat، تبخر العرق، of sweet decreases، تبخر العرق هي ايه؟ هيقل. لما تبخر العرق يقل، حضرتك تحس انك ملبك وزهقان ومش طايق نفسك في الحر، وتلاقي الناس تشتكي تقول لك الرطوبه ايه؟ الرطوبه عاليه والدنيا حر ومش قادرين ناخد نفسنا. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك wet clothes، الهدوم المبلوله بتنشف اكتر في الساني دايز than humid days. طبعا لسه شارحها لك فوق. ما هو يا حبيبي لما الشمس بتزيد
فمعدل التبخير بيزيد، ولكن لما الرطوبة بتزيد معدل التبخير بيقل، وبالتالي الهدوم هتنشف أكتر في الأيام المشمسة، ومش هتنشف لو الرطوبة عالية عشان التبخير هيقل. بقى تقول لي بيكوز علشان انكريس التمبريتشر لما بتزيد في الساني دايز، لما التمبريتشر بتزيد في الساني دايز، وبالتالي يا فندم الموليكيولز هيكون عندها ثيرمال انرجي زياده. الموليكيولز عندها ثيرمال انرجي زياده. طب بعد ما عندها ثيرمال انرجي زياده، وبالتالي تقدر تسكيب، تهرب من السيرفيس اريا اوف كلوزس. فاهمني؟ يبقى هتقول لي because in sunny days، because، فانا اقوم معلش الموضوع كبير شويه عندي. because in sunny days، في الايام المشمسه ايه اللي بيحصل؟ التمبريتشر increases، the temperature increases، هتزيد، وبالتالي النمبر اوف molecules او الموليكيولز هيكون عندها thermal energy اكتر. so the molecules have او have احسن more thermal energy، عندها thermal energy زياده. ليه بقى؟ عشان تعمل ايه؟ عشان تescape from the surface area of closures. to escape، تهرب from the closures. دي اجابه شيك ومختصره تقدر تاخد بيها درجه. يبقى because in sunny days the temperature increases so the molecules، الموليكيولات عندها thermal energy to escape from the closures، عندها طاقة حركية تخليها تهرب بالهدوم. اللي بعده 3. ليه يا معلم بيقول لك the pressure cooker؟ ليه حلة الضغط اللي احنا لسه قايلينها فوق اللي هي البريشر بوت او البريشر كوكر، ليه عندها قدرة على توفير الفيول، توفير الطاقة؟ طبعا الموضوع بسيط، لان الحله دي بتضغط البخار، بتحبسه جوه، بتزود الضغط. لما بتزود الضغط بتزود درجه غليان الميه عند 100، بعد 100 بتخليها تغلي بعد 100. ولما بتغلي بعد 100 فالاكل يستوي اسرع يا معلم. يبقى بدل ما احط الاكل ساعتين هحطه نص ساعه، نص ساعه، وساعات ساعه الا ربع، يعني مش عايز افتي قوي يعني. سواء مش بتاخد وقت كبير، انا مش طباخ بس هي مش بتاخد وقت كبير في حله الضغط. ليه؟ لان هي بتحبس البريشر جوه، بتحبس الفيبور، البخار. فلما تزود الضغط بتزود درجه الايه، الغليان بعد 100، فالاكل ياخد وقت وقت قليل، يعني وقت قليل مش وقت كتير، ما يستوي بسرعه بمعنى اصح. هتكتبها ازاي يا اندرو؟ قال لك يا باشا بيكوز البريشر كوكر، الحله دي تراب، بتحبس، تراب ذا ستيم انسايد، بتحبس البخار داخلها، وبالتالي so raising، so increasing او increasing the boiling point of water، تزود درجة غليان المية above، فوق الايه، ال 100 degree celsius، وبالتالي decreases time of cooking. so decrease time of cooking، so decrease time of cooking، قللت وقت الطبيخ، وبالتالي وفرت ايه؟ وفرت الطاقة. نأسف في هذا العطل الفني، ان شاء الله ما يكونش حصل حاجة. ماشي، اللي بعده. مم.
كده خلصنا اول 3 اسئله، خش على اللي بعده. حاضر، هيا بنا. اتفضل يا ابويا. تعالى بينا نكمل سؤال 4. مالك؟ طب اهو. ماشي. سؤال 4 بيقول لك ايه؟ سؤال 4: The boiling point of water decreases. بتقل امتى يا اندرو؟ قال لك with increasing the altitude، الارتفاع فوق سطح الارض. اوه، ليه البويلنج بوينت كل ما بتطلع لفوق بتقل؟ طبعا because by going up، لما بتطلع above sea level البريشر بيقل، الضغط بيقل، ولما الضغط بيقل البويلنج بوينت هي كمان هيحصل لها ايه؟ هتقل. بتقول لي because as altitude او height increases، كل ما الهايت يزيد the air pressure او atmospheric pressure بيقل، وبالتالي التمبريتشر اوف بويلنج ويل decreases. هتقل كام بقى لو انت فاكر؟ 1 ديجري سيليزيوس كل ما تطلع 300 متر، لو انت فاكر. تعال نكتب بقى الاجابه عشان دي اجابه مهمه برضو. ماشي، تعال نكتبها هنا. بقى تقول لي والله بيكوز عشان as we go above sea level the atmospheric pressure decreases, so the boiling point will decrease، هتقل by 1 degree Celsius to each، لكل 300 meters. يبقى الدرجة هتقل درجة كل 300 ايه يا اندرو؟ كل 300 متر، وبالتالي المية هتغلي تحت ال100. اللي بعده رقم 5: water evaporate faster، هتتبخر اسرع from the pot when the stove temperature is increased. طبعا الميه هتتبخر بسرعه لو حضرتك حطيت ال... النار عليها زياده، يعني عليت النار. لو زودت النار ساعتها هتقول لي هتتبخر اسرع. طب ليه بقى هتتبخر اسرع؟ عشان حضرتك زودت كميه الثيرمال انرجي للموليكيولز، وبالتالي لما زودت كميه الثيرمال انرجي للموليكيولز بدات الموليكيولز دي تفط اسرع. ايه يا اندرو؟ تفط، بتنط من مكانها اسرع. طيب هنكتبها ازاي يا اندرو؟ تقول لي due to increasing the number of molecules that have thermal energy to escape from the surface of liquid. نتيجة اهو. هو ده سؤال كام؟ سؤال 5. 5. يبقى تقول لي سؤال 5 الإجابة هتقول لي because ايه؟ increasing the number of molecules، زودت عدد المولكيولات that have more thermal energy، عندها طاقة حرارية زيادة to escape، تهرب from the surface of الليكويد او الووتر بتاعك، السائل بتاعك. يبقى انت زودت الطاقة الحرارية بتاعت المولكيولات عشان تهرب، تفط من السيرفس بتاع الليكويد بتاعك، تفط من السطح بتاعه. ماشي يا اندرو. اللي بعده 6: ليه الكلوزس بتدراي اكتر في السمر ذان وينتر؟ شرحناه. ليه يا ابويا؟ عشان في السمر هاي تمبريتشر. هي مكتوبه بقى، انا مش هكتبها تاني. في السمر في هاي تمبريتشر اهي. اهي هو سؤال 2 ده. في السمر عندك هاي تمبريتشر so molecules have more thermal energy to escape، بتهرب. فده سؤال خلاص متعاد، مش هنكرره تاني. خش على اللي بعده. خلاص كده خلصنا الجيف ريزونز. خش لي بقى على الكومبير.
كومبير، خلي بالك ان انت في نقطه هنا مش عليك. بص بيقول لك قارن ما بين الايفابوريشن والبويلنج، قارن بين الايفابوريشن والبويلنج من حيث التمبريتشر ومن حيث البليس ومن حيث الافكت اوف بريشر. اهي الافكت اوف بريشر مش عليك، مش عليك في الايفابوريشن، صدقني. انت لو عليك الافكت اوف بريشر بتاعت مين؟ الافكت اوف بريشر بتاعت البويلنج بس. بس عادي، كده كده الوزاره جابتها، ما فيش مشكله، تعالى يا عم نعملها. بص يا سيدي، هو بيقول لك انا عايز الايفابوريشن من حيث التمبريتشر. طبعا بيحصل بيلو او ليس ذان البويلنج بوينت، بيحصل اقل من البويلنج ايه؟ اقل من البويلنج بوينت، بيحصل اقل من البويلنج بوينت. اما البويلنج بوينت فبتحصل at a definite او at a specific او at a temperature، بيحصل في درجه معينه، بيحصل في عند specific temperature، في درجه حراره معينه، مش بيحصل في اي درجه حراره وخلاص. يعني لو افترضنا الميه، فالميه بتغلي عند 100 بالظبط، مش اي درجه وخلاص. لكن الايفابوريشن بيحصل عند درجه اقل من البويلنج بوينت. يبقى تقول لي في البويلنج at specific temperature، specific انا كاتبها غلط، بيحصل عند specific temperature، حراره معينه. طب البليس اوف occurrence، مكان الحدوث، مكان حدوث الايفابوريشن بيحصل فين؟ اون ذا سيرفيس، على السطح، اون سيرفيس. اما البويلنج فهي اول سيرفيس، في كل الحتت من فوق لتحت وفي كل حته، بتغلي في كل حته. لكن الايفابوريشن بيتبخر من على السطح اونلي. ماشي يا اندرو، اللي بعده الافكت اوف بريشر بقى. مش عليك في الايفابوريشن، بس الافكت اوف بريشر على البويلنج از بريشر، كل ما الضغط ديكريس يقل، برضه البويلنج ايه يا فندم؟ البويلنج ديكريس هتقل. لما الضغط بيقل فالبويلنج بتقل، ولو الضغط زاد فالبويلنج بي ايه يا فندم؟ بيزيد. الايفابوريشن مش عليك، هشرحها لك بس مش عليك. كل ما الضغط بيقل كل ما الايفابوريشن بيزيد. كل ما معدل الضغط الهوائي يقل، دي حاجه بنقولها ثانوي، كل ما الضغط الهواء بيقل كل ما الايفابوريشن بيزيد. للامانه هي مش عليك، فانا مش هشرحها لك، بس هي مش عليك. بس انت خليك عارفها، لا قدر الله تيجي، بس هي مش هتيجي كده كده عشان هي مش في المنهج. الايفابوريشن ايه علاقته بالبريشر؟ مش في منهجك. البريشر لو قليل الايفابوريشن هيزيد، البريشر لو قليل الايفابوريشن هيزيد. ماشي، اللي بعده يقول لك والله انا عايز كومبير ما بين الايفابوريشن والسبليميشن. بس خلي بالك من عايز اكزامبل بس. اكزامبل الايفابوريشن هتقول لي والله دراينج الويت كلوذس، دراينج الويت كلوذس، دراينج الويت كلوذس، عادي جدا. اما السبليميشن فهتقول لي السبليميشن اوف ايودين، السبليميشن اوف ايودين حصل له سبليميشن. يعني سبليميشن بحول الايودين مباشره من كونه سوليد الى كونه جاس مباشره. طيب يا اندرو كمل. اللي بعده بيقول لحضرتك in which of يلا in which of the following، يعني في مين من دول gain heat energy؟ مين بيكسب حرارة؟ بيكسب حرارة يا سنة تانية معناه انه بيسخن، اكيد مش فريزنج، اكيد مش كوندنسيشن، اكيد مش ديبوزيشن. الاجابة سبليميشن. سبليميشن معناها انك بتسخن السوليد بتحوله لجاز، فبيكسب حرارة. رقم اتنين يقول لك when the dry ice is heated it turn directly into gas، بيتحول مباشرة للجاز without passing للليكويد. يعني لما بتسخن الدراي ايس يبقى انت كده عملت له ايه؟ سبليميشن. ليه سبليميشن؟ حولته من سوليد لايه؟ لجاز، حولته من سوليد مباشرة لجاز، سبليميشن. اللي بعده ده سؤال عبيط قوي، بس هياخد مننا وقت في الحل. هقول لك ليه هياخد وقت دلوقتي. هو عبيط عشان هو بيقول لك ماتش وصل اللوكيشن بتاع كل نقطة غليان. يعني دول أماكن اللوكيشن، زي دي أماكن لوكيشنز، دول لوكيشنز، وده الالتيتيود الارتفاع بتاعهم، ودي البويلنج بوينت، وعايزك توصل. طبعا حضرتك عارف إن المية، تعالى بقى نسطر على جنب كده،
سطر على جنب. معلش لحظة. بص يا عم، بص يا سيدي، هنا عندك السي ليفل، سطح البحر. السي ليفل، سطح البحر. طب امسح الشغابيط دي كلها كده، عشان احنا هنحتاج كل ده نكتبه دلوقتي. هفهمك دلوقتي، هفهمك. دول نقط تاني، دول اماكن، وده الارتفاعات بتاعتهم، الالتيتيود. عايزك توصل ده فين، ده فين، ده فين، ده فين، ده فين. فانا اقول لك هي مش حوار يعني. كل اللي هتعمله هنرسم، بس هنرسم سوا الارتفاعات بتاعتنا اهو. ده السي ليفل، يبقى ده كده اسمه سي ليفل، مستوى سطح البحر. طيب السي ليفل ده عند ارتفاع كام؟ عند ارتفاع زيرو. يبقى السي ليفل عند ارتفاع كام؟ زيرو. يبقى نكتب الارتفاع مثلا بالموف زيرو. ارتفاع، حلو. كده خدنا اول نقطه اهي، خدناها. طب اللي بعده، مين اكبر من الزيرو شويه؟ هتلاقي اكبر من الزيرو رقم 14 متر، اللي هو لندن. يبقى ده السي ليفل، خلصناه اهي. هنشطبها، اشطبها يا اندرو عدل اهي. هات لي بقى لندن بعد كده، اللي هي ب 14 اهي. 14 متر فوق سطح الارض. مين بعد ال 14 على طول؟ اختار رقم بعد ال 14 على طول اهو. لا باس ده 3640. ما تزعلش نفسك. يبقى ادي 6 3640 متر. طب ايه اللي بعد 36؟ ال5 اهي. يبقى 5859. طب ايه اللي بعد ال5؟ الايفرست اهي. 8 8 4 8 متر. حلو. فاضل لك مين؟ فاضل لك اتنين صغيرين. مين الاتنين الصغيرين؟ اهم. انت رسمت دول، فاضل لك هعمله لك بالاحمر. فاضل لك باكو والديد سي. طب باكو تحت الصفر 28، ادي باكو اللي هي 8 نيجاتيف 28 متر. ثم اخر حاجه الديد سي نيجاتيف 724 متر. يبقى انت كده رتبت الارتفاعات بتاعتك. عشان تفهمني انا برتب الارتفاعات، انا لسه ما حلتش. ده الصفر، وده فوق الصفر، وده كده تحت الصفر. يبقى الصفر فوق الصفر بالموف قدامك اهو مكتوبين، تحت الصفر مكتوبين بالاحمر. عايزين بقى نحط البويلنج بوينتس دي على كل ارتفاع. تعال نحلها باللون الاخضر. عند الزيرو، نبدا بالزيرو. البويلنج بوينت بكام؟ هتقولي عند الزيرو البويلنج بوينت ب 100 ديجري سيلسيوس. يبقى عند الزيرو ب 100 ديجري سيلسيوس. حلو. طب بتطلع فوق شويه تبدا تقل عن كام؟ تقل عن زيرو. صح ولا غلط؟ صح يا اندرو. تقل عن 100، انا اسف، تقل عن 100. طب هنختار فين قليل عن 100؟ قليل عن 100 اهو، 99.96. رقم قليل سيكا عن ال 100. ماشي. طلعت فوق شويتين ثلاثه عند 3600، الحراره هتقل شويتين ثلاثه. طب ايه الرقم اللي بعد 99 على طول؟ الرقم اللي بعد 99 يا اندرو هو 87. 87.71. طب ايه الرقم اللي بعديه؟ هتقول لي والله يا اندرو بقى ب 80. يبقى ادي 80.33. طب تطلع فوق شويه تقل تاني، تقل لحد ما توصل 69 بوينت اهي 94. حلو. لو تلاحظ فاضل لك رقمين ما خدناهمش، تعالى نعمل بيهم مثلا بالاصفر. ايه الرقمين اللي ما خدناهمش؟ وانا بالاصفر بنقول 101 و 100.1. مين الرقم الاعلى بسيط؟ الاعلى بسيط ال 100.1. طب مين الرقم الاعلى جامد؟ ما انا كل ما بنزل قوي بنزل قوي اهو، نيجاتيف 427 متر. نزلت قوي فالحراره زادت قوي، زادت عند كام؟ 101.4. كده انت رتبت الدرجات بتاعتك. بص بقى، تعالى نعملها باللون البينك ده. انت عند الزيرو ب 100، عيت عن الزيرو شويه 14 متر، عيد فوق 14 متر فقلت سيكه بسيطه. عيد 3000 متر فقلت سيكتين بسيطين. عليت 5000 متر فقلت كام سيكه بسيطه برضو. عليت 8000 متر قلت خالص بقت ب 69. طب وطيت عن الزيرو، تعالى نعملها بالاحمر مثلا.
وتيت عن الزيرو اهي، وتيت عن الزيرو نيجاتيف 28، يبقى زادت حاجه بسيطه. طب وتيت عن الزيرو شويه تزيد بسيط شويه اللي هي 100.4 101.4. طبعا سؤال سهل، احنا بنزيد لفوق، بنطلع لفوق فدرجه الغليان بتقل، بننزل تحت فدرجه الغليان بتزيد. اللي بعده اخر حاجه، حاجه بسيطه برضو مش صعبه، حليناها اصلا من شويه. يقول لك ديسكاس، يعني قول لي او ناقش الفاكتورز اللي بتاثر على الميلتنج واللي بتاثر على البويلنج. طبعا اللي قلنا الحاجات اللي بتاثر في الميلتنج والبويلنج بتوعك هم الهيوميديتي، سوري انا اسف، البيوريتي اوف سبستانس، نقاء الماده، ومين يا اندرو، والاتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر الضغط الجوي، والبيوريتي اوف سبستانس. يبقى مين اللي بيأثر في الميلتنج والبويلنج بوينت؟ الاتموسفيريك بريشر والبيوريتي اوف سبستانس. طب اللي بعده عايز الفاكتورز اللي افكت ذا ايفابوريشن، خدناهم الاربعه. مين هم يا فندم؟ السيرفيس اريا، والتمبريتشر، والهيوميديتي. ها هنجيش بقى، يلا خلصنا. ولا هيوميديتي الرطوبه، واخر حاجه الاير كرنت، تيارات مين يا اندرو؟ تيارات الهواء. كده يا فندم خلصنا. نأسف في الأعطال اللي حصلت، معلش. آه، ربنا معاكم، ذاكروا كويس. حلينا النهارده الأداء بتاع الأسبوع التاني. إن شاء الله خير بإذن ربنا، تبقوا ذاكرتوا وفهمتوا. ما كنتش صدعتكم، الفيديو ده كبير شوية بس احنا يعتبر شرحنا الدرس كله برضو بتفاصيله. ربنا معاكم، ذاكروا كويس، ولو احتجت حاجة كلمني في أي وقت، أنا تحت أمرك. دمتم في سلام الله، مع السلامة.